وصفة هذا اليوم راح نحضر صدور الدجاج بأسهل وأسرع طريقة. نبدأ بسم الله. الخطوة الأولى راح أقطع صدور الدجاج إلى شرائح بهذا السمك مثل ما تلاحظون بالفيديو. وأكيد طبعا أنا قبل ما أستخدم الصدور غسلتها بالخل والملح ونشفتها بمناديل المطبخ. استخدمت تقريبا أنا بهذه الوصفة كيلو من صدور الدجاج، وأكيد طبعا الكمية اللي تحبونها تقدرون تسوونها. هسه بعد ما ضفت الزيت راح أنزل شرائح الدجاج. بالنسبة للزيت بنات تقدرون تستبدلون بالسمنة اللي هو الدهن النباتي. وهسه بعد ما ضفت الملح للحم راح أتركه على النار إلى أن ينحمس ويجقر ويصير بهذا اللون. وحتى تحصلون على أكلة مميزة وطعمها طيب ضروري الجهة الثانية من اللحم تاخذ نفس اللون. المميز بهذه الوصفة أكلة سريعة التحضير ما تحتاج أكثر من مكون أساسيات هي الطماطة وصدور الدجاج. هسه بعد ما انتهيت من تقطيع الطماطة راح أضيف لها الملح، وبعدها راح أضيف كوب إلا ربع من الماء. أما المكون الأساسي الضروري تضيفونه هي الشطة الحارة. من مميزات هذه الوصفة أن هي تكون حارة. وأكيد طبعا بنات إذا ما كانت متوفرة عندكم تقدرون تستخدمون البابريكا الحارة أو كاين بابر اللي هو الفلفل الأحمر الحار. وآخر مكون هنا راح أضيفه هو دبس الرمان. مثل ما لاحظتوا بنات الوصفة ما أخذت من عندي نصف ساعة وجهزت. وصفة جدا بسيطة وسهلة وخفيفة وسريعة التحضير. وهذه نهاية وصفتنا لهذا اليوم. جهزت في أمان الله.